طبعًا كُلّنا ملاحظين الفترة الأخرانية موضوع القبض على البلوجرز أو التيكتوكرز اللي بقى له كذا يوم شغّال يعني. الله ينوّر طبعًا وزارة الداخلية على التحرُّك وإن هي بدأت تقبض على الناس دي، وبغض النظر عن التُّهَم اللي الموجهة ليهم، سواء تجارة أعضاء أو مخدرات أو سلاح أو أيًا كان. أنا كمواطن مصري وجهة نظري إن التُّهمة اللي المفروض تتوجه للناس دي فعلًا هي إحباط المجتمع، هي إحباط الأجيال اللي طالعة، إحباط الناس المتعلمين الدكاترة والمهندسين. لمّا يطلع دكتور في الجامعة يقول أنا مرتبي اللي أنا باتحصّل عليه في 60 سنة بيتحصّل عليه تيك توكر في لايف أو 2 في اليوم. المشكلة إن الناس دي مش بس بتقدّم سَفَه، الناس دي بتخلّي الأجيال اللي جاية ما عندهاش استعداد أصلًا للتعليم. أنا إزاي هاقدر أقنع ابني إن هو ياخد شهادة ويذاكر ويركّز في التعليم عشان يطلع حد مفيد للمجتمع أو حد صالح لنَفْسه وللمجتمع؟ بمنتهى البساطة بيرُد عليّا يقول لي: "طَب معلش أنا هاستفاد إيه؟ ما أنت دكتور، ما فُلان مهندس، ما فُلان مُدرِّس." الناس دي بتجيب كام؟ إنما لمّا يفتح التيك توك ويلاقي حد بينزل له 200.000 و300.000 و500.000 ومليون جنيه في لايف 4، 5 ساعات، ويا ريته بيقدّم قيمة. الفكرة إن دول كمان غطّوا على الناس اللي بتستعمل التيك توك كأداة مفيدة. في ناس بتستخدم التيك توك في فيديوهات تسويق لشغلها، إعلان عن نفسها، مُدرِّس، ماركتير whatever، بيستخدم التيك توك كوسيلة دعائية أو وسيلة يروّج بيها لشغله. في ناس بتستخدم التيك توك لتقديم قيمة أو علم، كورسات للناس، معلومة مفيدة، بيطلع يناقش حتى موضوع مهم أو موضوع مفيد. أنا واحد من الناس يعني جالي إحباط إن أنا أطلع أتكلم مع الناس في حاجة مفيدة، لإن في الآخر بالاقي اللايف بتاعي فيه 20 واحد، 30 واحد، وفي المقابل الناحية التانية اللايف بتاع واحد زي شاكر أو مداهم أو whatever بقية الناس بال30.000 وبال20.000 وبال40.000 بيتفرّجوا على واحد بيقدّم nothing، ما بيقدّمش حاجة، مجرّد إن هو بيطلع من موبايله 3، 4 ساعات يضيّع وقت، يهزّر، يتدلّع، يروّج للسَفَه، ينزل له 200، 300.000 جنيه. طَب معلش أنا هاشتغل ليه؟ يعني هاتعب نَفْسي ليه؟ هاقدّم قيمة للمجتمع ليه؟ هاقنع جيل طالع إزاي إنه يتعلّم؟ الناس فقيرة والناس محوجة، ما اختلفناش، دي ظروف اقتصادية في مصر وعلى مستوى العالم. التيك توكرز دول وصّلوا الناس المحترمة المفروض إن هي شريفة وفقرا في نفس الوقت، إن هم عايزين يظهروا على التيك توك بأي شكل من الأشكال. الناس دي عندها استعداد تتنازل عن مبادئها وعن كرامتها وعن كل حاجة عشان تتشاف على التيك توك، عشان ينزل لها دعم. لمّا تلاقي واحدة منتقبة بتتشقلب وبتعمل حركات زي المجانين لمجرد إن اللايف بتاعها يلفت النظر فيشوفها حد يرمي لها دعم. ما هي كانت بتفتح الأول وتتكلم كلام مثلًا مفيد أو بتتناقش في موضوع عام، بيبقى 10، 15 واحد بيتفرّجوا عليها. لمّا بدأت تعمل حاجة ملفتة للنظر حتى لو الحاجة دي شاذة، حتى لو الحاجة دي مهينة ليها، بدأ الناس يتفرّجوا عليها، حتى لو من باب الانتقاد، حتى لو من باب التريقة، بس قدرت تattract المشاهد إنه يتفرّج عليها. وقيس بقى على كده كتير، يعني ناس كتير تيجي يكِب على نَفْسه زيت وتكِب على نَفْسها بُن يمسخروا نَفْسهم ويمرمطوا نَفْسهم just إن هم يتشافوا. مشكلة المقبوض عليهم من وجهة نظري هدم قِيَم المجتمع، دي أكبر تُهمة المفروض توجّه ليهم. هدم قيمة العلم، هدم قيمة إن أنا أبقى مفيد للي حواليّا. الفلوس بتيجي بسهولة، ليه أتعب نفسي وأدوّر عليها بصعوبة؟ ليه أتعب نفسي في تعليم، ليه أتعب نفسي في شغل، عشان في الآخر أجيب في آخر الشهر 3، 4، 5000 جنيه، لمّا ممكن أفتح لايف تيك توك، أعمل أي حاجة أجذب بيها الأنظار، هاجيب أضعاف الرقم ده whatever أنا ضحيت بإيه قصادها. يعني اتنازلت عن قد إيه من كرامتي ومن إنسانيتي مقابل إن أنا أعمل كده. هنقول إن في منهم محترمين ما بيعملوش حاجة مبتذلة، شاكر مؤدّب، بيعمل لله، بيدّي للغلابة، أيًا كان، بيقدّم إيه للمجتمع؟ بيتحصّل على الفلوس دي مقابل إيه هو عمله، فاد بيه نَفْسه أو فاد بيه الناس؟ بالعكس ده هو أحبط غيره من اللي كان بيتعب عشان يجيب فلوس. للأسف الموضوع
أكبر من إن هو تهمة تجارة أعضاء أو تهمة تجارة مخدرات أو تهمة سلاح أو دي كلّها حاجات secondaries أو ثانوية، هياخد له فيها 6 شهور، سَنة، أيًا كان وخلصت. المشكلة الكبيرة اللي إحنا بنتكلّم فيها هدم قِيَم المجتمع وإصابة الأجيال الحالية والناشئة بالإحباط. التيك توك برنامج مفيد، ما نقدرش نقول اقفلوه لإن في ناس هتتظلم، بس لازم يتم تقنينه بما لا يضر المصريين، ونظرة العالم للمصريين من خلال التيك توك لازم تبقى أفضل من كده. يا ريت يبقى فيه restrictions ويبقى فيه قيود، يبقى فيه قواعد لضبط التيك توك والمحتوى المتقدم عليه، عشان حتى الناس اللي عندها قيمة زي ما أنا كنت متخيل نفسي باقدم قيمة ما يجيلناش إحباط. سلام عليكم.